السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشتركين معنا في قناة الدكتور، مع الدكتور خليفة مختار خليفة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. النهاردة إن شاء الله حبيت أتكلم معاكم في نقطة مهمة جدا، اللي هي نقطة إيه؟ هو إحنا ليه لما تكون حرارتنا عالية بنبدأ نحس إن في برودة في جسمنا، ويبدأ يحصل لنا رعشة في الجسم أو ذبذبة في الجسم، على الرغم إن درجة الحرارة بتكون عالية جدا؟ والله ده موضوع مهم جدا، وناس كتير بتيجي تسألني فيه، تقول لي يا دكتور على الرغم انا حرارتي 40 اللي انا حاسس ان جسمي بردان، وبقول لهم غطوني بالبطانيه، غطوني البطانيتين، غطوني باللحاف. طبعا ده سؤال مهم جدا، وده حاجه يعني سبحان الله، ربنا ليه حكمه في كل حاجه. طبعا انا نظمت الموضوع دوت في ورقه معايا قدامي اهي، وهنبدا نشرحه نقطه نقطه عشان نبقى فاهمين الموضوع. اول حاجه لازم نعرف 3 مصطلحات. ان كلمه فيفر ديت معناها الهاي تمبريتشر او درجات الحراره عاليه، اللي هي بتكون معديه 38 ونص. طيب كلمه تشيلز معناها ان الجسم يبدا يحس اللي هو بردان، فيلينج كولد. رايجورز اللي هي شيفرنج، اللي هو الرعشه اللي بتحصل. طيب احنا هنبدا نتكلم من اول نقطه اللي هي ايه. احنا هنبدا نتخيل ان الجسم بتاعنا حصل له بكتيريال انفكشن، يعني بدا يدخل فيه ميكروب او بكتيريا. طب البكتيريال انفكشن دي، العدوى البكتيريا دي بتعمل ايه؟ هيحصل رد فعل من الجسم. الرد فعل بتاع الجسم هيبدا يطلع حاجه اسمها بايروجينز. بايروجين ديت ده رد فعل من الجسم او اجسام بتطلع من الجسم عشان تبدا تتعادل مع الميكروب اللي داخل جوه الجسم. بساعتها هنسميها internal بايروجين دي، لانها طالعه من الجسم نفسه. طيب الانترنال بايروجين زي حاجه اسمها انترلوكين 1. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ ان لما تبدا تتعامل مع البكتيريا والبكتيريا دي تموت، البكتيريا ديت هتبدا تطلع حاجه اسمها بايروجين برضو، بس بنسميها اكسترنال بايروجين، لانها جايه من بره الجسم، جايه من البكتيريا، زي التوكسين اللي بتطلع من البكتيريا ديت. طيب الحاجات دي كلها اللي هي الانترنال بيولوجي والاكسترنال بيولوجي دي بيكون ليها ريسبتور او مستقبلات موجوده في الهايبوثالاموس اللي موجوده في المخ، اللي هي بتنظم درجه حراره المخ، اللي هي عامله زي الترموستات بتاعه ايه؟ بتاعه الثلاجه كده. طب ايه اللي بيحصل يا دكتور خليفه لما توصل للهايبوثالاموس وتيجي عند الريسبتور بتاعتها؟ اللي هيحصل ان هي تبدا الهايبوثالاموس دي تعلي السيت بوينت بتاعه الحراره، درجه الحراره الطبيعيه في الجسم تبدا السيت بوينت بتاعتها تعلى شويه. ليه؟ كرد فعل او كديفنس ميكانيزم، عشان الجسم فيه ميكروب، تبدا تعلى بدرجه حراره عشان تموت الميكروب اللي موجود جوه الجسم دوت. تمام؟ دي حاجه اسمها ديفنس ميكانيزم، رد فعل من الجسم دفاعي عشان يبدا يموت البكتيريا اللي موجوده. طيب اللي بيحصل بقى كرد الفعل او زي والهايبوثالاموس لما تعلي السيت بوينت، البروستاجلاندين اللي هي بتتحكم تبدا تزيد في الهايبوثالاموس اللي هي متحكمه في درجه الحراره، وبالتالي هتبدا تعلي السيت بوينت بتاعتنا زياده. يبقى الجسم هنا ليه سيت بوينت معينه، لا احنا بدانا نعلي الترموستات بتاعنا ونعلي درجه الحراره لدرجه اعلى، توصل 39 توصل 40، ودي كرد فعل من الجسم عشان يحافظ على المناعه ويبدا يموت الميكروب اللي داخل جوه الجسم. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هنبدا بقى نشرح واحده واحده ايه اللي بيحصل في حاله التشيلز اللي هو الاحساس بالبروده، والرايجورز بتحصل ليه، وليه احنا بنستعمل مضادات للحراره في هذا التوقيت. طيب انا ليه بحس بتشيلز؟ ليه بحس باحساس بروده في الجسم لما حرارته تكون عاليه؟ هقول لك ليه. لان احنا عندنا السيت بوينت لما بدات تزيد في الهايبوثالاموس، بدل ما كانت 37 وشرطتين او 3 شرطات، عليت بقت 39 او 40. ايه اللي بيحصل؟ قال لك درجه الحراره بتاعت الدم بدات تزيد عشان تموت الميكروب اللي موجود، انما جسمك من بره هتحس اللي هو بارد، فبالتالي درجه الحراره بتاعت المصل وبتاعت السكين لسه فيها نسبه بروده، لسه زي ما هي 37. علشان كده في عندنا فرق في درجه الحراره بين جوه وبين بره، فاحساس بره بيبقى مور كولد واكثر بروده من جوه، وبالتالي ببدا احس ان انا بردان على الرغم ان درجه حراره الجسم الداخليه عاليه، لان المصل اللي بره والسكين اللي بره درجه حرارته لسه ما عليتش.
طب ليه انا ببدا احس اللي فيه رايجورز او بيبدا يحصل لي اللي هي الرعشه اللي موجوده؟ ليه؟ قال لك عشان الوضع ان درجه حراره بره الجسم غير درجه حراره جوه الجسم، ده وضع غير مريح للجسم، وبالتالي انت بتحس دايما ان انت بردان او سقعان، فيبدا يدي اشاره للعضلات تحصل لها كونتراكشن. الكونتراكشن اللي بيحصل للعضلات ده بيحصل عشان يحول الميكانيكال انرجي اللي هي الرعشه او الكونتراكشن نحولها لهيت انرجي لحراره، وبالتالي نبدا نعادل درجه الحراره اللي جوه الجسم يبقى جوه زي بره بالظبط، وبالتالي يبدا الجسم يرتاح شويه. تمام؟ طيب احنا دلوقتي عرفنا ان احساسك بروده بيحصل ليه، الرعشه اللي بتحصل ليه. نبدا نخش بعد كده احنا نعالج الموضوع ده ازاي. بنبدا ندي خوافض حراره زي ماده الباراسيتامول، زي ماده الايبوبروفين. خوافض الحراره ديت فيها بتبدا تقلل من البروستاجلاندين اللي موجوده عند الهايبوثالاموس لانها انتي بروستاجلاندين، وبالتالي بتبدا تقلل السيت بوينت تاني وتنزلها للطبيعي، وبالتالي الحراره بتبدا تنزل تاني. والميكروب اللي موجود عندنا سواء كان بكتيريا او فيروس بنديله العلاج المناسب ليه، وبالتالي بنبدا نتخلص من الميكروب والتوكسين اللي موجود، وبالتالي بتبدا درجه الحراره تنزل للطبيعي مره تانيه. طب واحد يقول لي انت ليه يا دكتور خليفه ما خليتش درجه حراره الجسم تبقى عاليه، بالرغم انت بتقول لي هي ديفنس ميكانيزم، وليه بنضطر ان احنا ننزلها؟ اقول لك ليه. قال لك لان لو درجه الحراره فضلت عاليه على طول، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا الموضوع يتحول لموضوع يعني ايه، يتقلب لضده، يبدا يعمل دامج للخلايا، لان الخلايا بتاعت الجسم لها درجه حراره معينه. فانت سبت درجه حراره عاليه باستمرار، هيبدا يحصل اوتو اميون ميكانيزم زي الاوتو، يعني يبدا تكسر الخلايا، يبدا الخلايا تدمر نفسها، وبالتالي لابد ان احنا ننزل درجه حراره الطبيعي تاني، عشان الموضوع لو زاد عن حده بيبدا ينقلب ليه؟ لضده. وبكده احنا عرفنا ايه ليه الرعشه بتحصل لما تكون الجسم درجه حرارته عاليه رغم الواحد سخن، وازاي نخفض درجه الحراره، وازاي ان درجه الحراره ديت كانت نعمه من عند ربنا، بس لو زودناها عن اللزوم هتبدا تنقلب لضدها. وان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه كتير مع الدكتور خليفه مختار خليفه، اخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.